النهارده يعني رايك ايه في المباراه؟ وانتوا لعبتوا بتوازن في الشوط الاول، لكن في هجمات كانت خطره جدا على نادي الزمالك، والشوط الثاني قدرت ان انتوا تعملوا تغييرات يعني كانت مثمره بعض الشيء. هو ما فيش شك طبعا في دفعه معنويه كبيره جدا لعيبه المصري بعد فوزهم مع النادي الاهلي. هم بداوا المباراه بالرغم ان احنا بدانا بالتسجيل وبدانا بالضغط. هم سرعه التعادل بالنسبه لهم ادتهم ثقه اكتر، هزتنا بعض فتره علاوه على ان محمود سمير النهارده يعني هرب منه الجيم في اول ربع ساعه ثلث ساعه. هو الولد زي ما تقول اول مباراه يبداها، فبرضه يمكن ما صبرتوش عليه ليه يا كابتن؟ ما كانش ينفع لان هو كان واضح ان هو فعلا كان خارج نطاق الخدمه زي ما بيقولوا، فاحنا خرجناه ونزلنا محمد عبد الله، ومحمد عبد الله ادى شوط ثاني عالي قوي، وده التواصل ما بين لاعب ولاعب. احنا بنقول ان اللعيبه كلها الحمد لله على مستوى واحد، لما بيطلع واحد وبينزل الثاني بتعمل طفره هجوميه. محمد عبد الله النهارده ممكن يجيب 3 جول لوحده، ما وفقش في انه يحرز هدفين على الاقل، لكن بنقول الحمد لله الشكر لله وفقنا في احراز هدف ثاني، وعملنا عمق هجومي، عملنا تغييرات او تبديلات منطقيه جدا. محمد ابراهيم اتنقل ناحيه اليمين، طلع غانم سلطان، نزلنا احمد عبد الرؤوف لزياده الفاعليه بتاعت نص الملعب مع ايمن عبد العزيز بيلعب لوحده. ايضا جمال حمزه كان له دور كبير جدا في انه يخلي الكوره في نص ملعب النادي المصري في الاخر زي ما الناس شافت. واجوجو طبعا كان تغييره منطقي لان هو تعب وحس بالمجهود اللي عمله، وهو طبعا كان ما عندوش مخزون لياقي كبير ان هو يكمل 90 دقيقه، والحمد لله قدوا مباراه كلهم كويسه، والحمد لله خدنا 3 نقط وده المهم. لعيبه الزمالك محتاجه يعني كلام كتير، نفسياتهم يعني تعبان عشان يرجعوا. شفنا عبد الله يعني محتاجين نفسيا. بص احنا ماشي نفسيا وكل احنا محتاجين نكمل بالبلدي نكمل. يعني نفسي يبقى موجود مثلا ريكاردو واسامه حسن ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ويبقى في اجوجو، ويبقى في جمال حمزه، يبقى في عبد الحليم، يبقى في عندك ايمن عبد العزيز، محمد ابو العلا. مفيش الكلام ده. الناس دي بتلاقي كل مباراه في 2 3 واقعين منك، وقفات شيكابالا، وفي مشاكل. يعني كتر خير الدنيا ان انت بتأدي دلوقتي بظل اللعيبه اللي هي بدنيا برضو مش عاليه قوي. يعني اجوجو النهارده ما شاء الله بيأدي 70 دقيقه، والراجل ما لعبش ولا مباراه من ساعه ماتش السوبر، وجايب جون. فدي حاجات كلها مشاكل. يعني نصبر شويه هنلاقي حاجات كويسه، وهنلاقي فرقه ان شاء الله محترمه قوي قوي قوي. الف مبروك. الله يبارك.